أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلم معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إنجازات مضطردة في الزراعة المروية والثروة الحيوانية في فيسكو. خطوات رادعة على مؤسسات زادت أسعار المواد الاستهلاكية بحقات. زيادة فرو تسهم في ضمان صحة المجتمع. فرنسا وحلفائها يشكلون قوة مهام جديدة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. إيطاليا تعلن أسوأ حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا. مقدونيا الشمالية تنضم للناتو. أهلا بكم إلى التفاصيل. ذكر المدراء التنفيذيون والعمال في مشروع الجنوب الغربي الزراعي بالقاش بركة أن أنشطة المشروع الذي يدار تحت إشراف مؤسسة المواشي والقلال ظل يحقق نتائجا جيدة في الزراعة المروية وتنمية الثروات الحيوانية. وذكر مسؤول المشروع السيد هيلس قهبتة أن الزراعة المروية والمطرية الجارية في قرست وفيسكو وعد عمرو وعلي قدر ومنطقة كتاي وفانكو وراوي وتساني ترتكز في إنشاء البنية التحتية الزراعية وتنمية الخضر والفاكهة والحبوب وتسهم بفعالية في تلبية متطلبات الأسواق. وأوضح السيد هيلسقي بأن الجهود الجارية لتنمية أبقار الحليب واللحوم ظلت تحقق نتائج مشجعة وتساعد في التعريف بالزراعة الحديثة وخلق فرص للعمل. من جهته قال مسؤول مشروع فيسكو السيد محمد عثمان أنهم ينشطون في تنمية الثروات الحيوانية والزراعة الحديثة حيث تم قرص أكثر من 1500 من فواكه الباباي والبرتقال والنخيل والمانجو وتوجد في وضع جيد. وأفاد الشباب والعمال الناشطين في المشروع بأنهم حصلوا على فرص استطاعوا من خلالها تطوير قدراتهم المهنية وتحسين حياتهم المعيشية. وتشير المستندات إلى أن مشروع فيسكو يعد أحد أكبر المشاريع الزراعية في الجنوب الغربي بإقليم القاش بركة، وقد أنتج هذا العام 11,000 كنتال. تتخذ إدارة مديرية حقات خطوات قانونية بحق المؤسسات والتجار الذين قاموا بزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. وأوضح مسؤول القانون والنظام في مديرية حقات السيد ستيفانوس عن تقديم معلومات وتحذيرات متواصلة للتجار أصحاب المؤسسات. وبدأت اللجنة المكونة للسيطرة على المخالفات باتخاذ خطوات صارمة وفرض غرامات للحد من ارتفاع الأسعار. وأشار المسؤول إلى فرض غرامات مالية على 80 من المؤسسات التجارية في المديرية كخطوة أولية مع إغلاق المحال التجارية حتى دفع الغرامات. يذكر أن مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط كذلك فرض غرامات مالية على زيادة الأسعار المماثلة ما تصل بين 3000 إلى 25,000. تسهم عيادة فرو في ضمان صحة المواطنين من خلال إجراءات تسهم في مكافحة الأمراض المعدية ورفع وعي المواطنين في الطب الحديث. وقال الكادر الصحي في العيادة التي بدأت عملها ب3 أعضاء وإمكانيات محدودة أنها ظلت تقدم خدمات صحية جيدة بفضل الأجهزة الصحية المقدمة على فترات والكادر الصحي الموظف تدريجيا. وذكروا بأن المختبر الطبي يسهم كثيرا في تسهيل أعمال الفحوصات الطبية والتقليل من استهلاك الأجهزة، مناشدين لاكتمال النواقص وضعا في الاعتبار تضاريس المديرية. وأشار المهنيون الصحيون إلى زيادة نسبة الولادة في العيادة في عام 2019 ب10% مقارنة بالعام الماضي، فيما ظل يسجل التطعيم تطورا مضطردا من حين لآخر. وتجري أعمال جادة بخصوص العادات الضارة والنظافة، موضحين بأنهم يسيرون كذلك أنشطة توعوية فاعلة للوقاية من فيروس كورونا، ويسعون جاهدين لتطبيق التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة. وتقدم عيادة فرو التي تضم حوالي 25 عضوا الخدمات الصحية لضحيات مالكا وأيرمالي وحديش وزولا وإفتا وفرو. خرج ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي في قيادة الجيش الشعبي 122 من أعضائه بينهم 35 من الإناث الذين تلقوا دورات مهنية لفترة شهرين.
والدورة التي انتظمت على فترتين اشتملت مجالات النظام الصوتي وإدارة المسرح ورقصات فلكلورية وموسيقية والتصوير الثابت والمتحرك وتجميع وتفعيل المعلومات البدائية. وقال مسؤول التعبئة والتوجيه المعنوي في قيادة الجيش الشعبي السيد صالح محمد أن الهدف من الدورة هو رفع مستوى الشباب المهني والمعرفي في المجال الفني لتسيير أنشطة فعالة. من جهته أوضح مدير مدرسة قيادة الجيش الشعبي السيد فيم مكونن أن الدورة هي امتدادا للدورات المماثلة التي انتظمت سابقا، مما يدفع قدما لتحقيق نتائج جيدة. وأشار الدارسون إلى أنهم كانوا يفتقدون إلى أي معارف وخبرات وقدرات فنية، مؤكدين العمل بقوة لرفع المستويات ارتكازا على المعلومات المكتسبة. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. شكلت فرنسا وعدد من حلفائها الأوروبيين والأفارقة رسميا قوة مهام جديدة أطلق عليها اسم تاكوبا، وتتألف من قوات خاصة أوروبية ستقاتل إلى جانب جيشي مالي والنيجر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وبعد مؤتمر عبر الهاتف أصدر وزراء الدفاع وممثلون ل13 دولة بيانا سياسيا التزموا فيه بتعزيز الجهود لكسر صمود الجماعات الإرهابية. وتلك الدول هي بلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفرنسا وألمانيا ومالي وهولندا والنيجر والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال قمة بوم مع قادة دول منطقة الساحل الخمس عن تعزيز القوة ب 220 جنديا إضافيا، لكن ماكرون قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي. وتحارب هذه القوى في شريط الساحل والصحراء الكبرى مجموعات مسلحة منتمية لتنظيمي داعش والقاعدة. سجلت إيطاليا أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا كوفيد-19، تم الإعلان عن وفاة 969 مصابا بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلد الأكثر تضررا بالفيروس إلى 9134 شخصا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس. ورغم ذلك تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا ب 7.4%، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلد قبل أكثر من شهر. وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إيميليا رومانيا. واعتبر مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا دومونيكو أركوي أن هذه الأزمة هي وباء غير مسبوق. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو انضمام مقدونيا الشمالية لتصبح العضو 30 فيه، خطوة أتت بعد موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي عقب تأجيلات عدة على بدء محادثات انضمامها إليه. ويأتي هذا التطور عقب توصل مقدونيا الشمالية لاتفاق مع اليونان يقضي بتغيير اسمها، ما وضع حدا لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية في العالم. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ في بيان له أن مقدونيا الشمالية صارت الآن عضوا في عائلة الناتو، وهي عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص. وسيترأس ستولتنبرغ احتفالية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل سيرفع خلالها علم مقدونيا الشمالية بجوار الأعلام 29 الأخرى. ووقع أعضاء الناتو بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية في فبراير العام الماضي عقب مصادقة جميع برلمانات الدول 29 على العضوية، وكان آخرها البرلمان الإسباني. أعلنت شركة أمريكية أنها ابتكرت جهازا محمولا قادرا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق أو تأكيد عدم الإصابة في 13 دقيقة. وقالت مختبرات أبوت في بيان أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أعطتها الإذن البدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ومع ذلك لم يتلقى هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية،
وقالت الشركة أنه حصل على الموافقة لاستخدامه فقط في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط. وأضاف المسؤول في الشركة أنه سوف تتم محاربة وباء كوفيد-19 على جبهات متعددة، ويساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في بضع دقائق. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.